ولازم تسمعوا حكايه النهارده، لان حكايه النهارده هتفيد كل واحده مهتمه ان هي تشتري زبده او تسيح زبده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما فرحانين وبالستر والصحة متهنيين. النهاردة فيديو حلو قوي. طبعا انا عاملة فيديوهات معاكم كتيرة قوي من اول ما فتحت القناة بقالي 4 سنين. فيديوهات سمنة، ومش اول مرة اعمل لكم فيديوهات سمنة وتسيح سمنة وزبدة وكل حاجة انا عاملاها معاكم. النهاردة فيديو حلو قوي، فيديو الزبدة. وهقول لكم كمان المعلومات اللي تخليكي تعرفي الزبده مغشوشه ولا مش مغشوشه. طبعا انا لميت الوعيان جنب كده بتوع اللبن وقشطت القشطه، وكنت عاينه كمان قشطه ما شاء الله، حبه كميه حلوه يعني بسم الله ما شاء الله كده، كنت عيناها محوشاها تحويشه الاسبوع كله. بس كان اللي بيجي لي على كيلو قشطه بقى سايبه ولا طازه ولا كده كنت بمشي الحال برضه وبديله، يعني ما بحبش ازعل زبايني ولا كده. وانا النهارده هقول لكم كلمتين مهمين جدا، وهقول كمان كلمتين للمتابعين والناس اللي حاطين في دماغهم ان انا هاخد رزقهم. طيب النهارده هنعمل الزبده زي ما انتم شايفين، محوشه القشطه زي ما قلت لكم، وبجيب اعمل الزبده بلفها كلها كده ايه، على حركه واحده. حركه واحده كده ايه، يعني على دايره، يعني على نفس الدايره كده، ما بوديش شمال ويمين، وبتطلع معاك على طول. ويكون اهم حاجه عندك الزبده تكون القشطه تكون في التلاجة قبلها، دي اهم حاجه، تكون القشطه في التلاجة، ما تكونش يعني لسه عارفين انا دلوقتي بخلط حته من اللي لسه اطفاها طازه، وحته كمان من التانية اللي هي مثلا بقالها يومين 3 في التلاجة. يعني انا بقول لكم دي كده ايه، تحويشه مثلا اسبوع، بس كنت ببيع جانبي كده. عايزه اقول الاول كلمتين قبل ما احكي لكم الحكايه يا ولاد. طبعا شفتوا الطريقه بقى، مفيش مشكله، وهبقى اوريكم من الوقت للتاني الخض. عايزه تعرفي الزبده الحلوه وانت بتعمليها او انت بتاخدها من واحده، تبقى الزبده اللي مش فارز، بيبقى الخض بتاعها زي اللبن وتقيل، وانا هوريلكم دلوقتي هتلاقوه تقيل كده زي اللبن بسم الله ما شاء الله. لكن زبده الخض اللي هي الخض بتاع الزبده اللي هي بتبقى فارز، بيبقى زي الميه الغامقه كده او زي الشرشه. يعني بصوا ما يشبهش ده خالص. شايفين ده زي اللبن بالظبط بسم الله ما شاء الله، وبيبقى تقيل. وانا هوريهولكم ايه على مدار ما انا بعمل كده. طيب عايزه اقول بقى للي حاطه في دماغها مثلا ان انا هاخد رزقها وهاخد متابعين بتوعها وناس من بلاد تانية هتطلب طلباته وهوديها لها، انا ولا عندي توصيل ولا عندي حاجه. واقول لك معلومه كمان يا حبيبتي، اقسم بالله انا ما انا مكفيه القريه اللي انا فيها، انا بفضل الله واخده شهره في القريه اللي انا فيها ما شاء الله ما شاء الله. لو قلت يا زبده عندي ولا يا جبنه بلاقي طوابير واقفه، يمكن ما بلحقش اخلص شغلي من كتر الناس اللي بتجيلي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. محدش بياخد رزق من حد. انا لو قلت لك ان انا ما عنديش استعداد اودي حتى كيلو زبده بلد تانية هتقولي لي انت كدابه. ليه بقى؟ انا ما شاء الله طلبات البلد عندي كتير قوي، انا الوحيده اللي واخده شهره في البلد اللي بياخد مني حاجه ما شاء الله، وبفضل الله ما بينساهاش وبتعلم في بقه قبل قبل اقول ايه، قبل بطنه. ما بينساهاش. فالحمد لله وبفضل الله انا ولا واخده رزق حد ولا عايزه اروح الف، يعني مثلا اودي في البلاد ولا في المدن ولا في اي حته. بس لما يكون حد من متابعيني عاوز مني حاجه ويعني طالبها مني، اقسم بالله ببقى عايزه اديله حتى لو من اكل بيتي، انا ببقى عايزه اوفر له واديله. بس انا ما عنديش توصيلات تودي اسكندريه وتودي اسوان. بشكر كل حبايبي اللي اتصلوا بيا وعايزين مني طلبات وقالوا لي انت نضيفه وشاطره وعايزين ناكل من ايدك، والله بشكركم قوي يا حبايب قلبي، وده وسام كده وشرف على راسي ان انتوا عايزين تاخدوا من الحاجه اللي انا عاملاها من اسوان واسكندريه والقاهرة والمنصورة. يعني أنا من المنصورة، وعشان كده سهل أوصل المنصورة، سهل أنا هبعت أي حد هيودي المنصورة. لكن بقية البلاد بصراحة المتاح أنا بقدر أعمله وبعمله. وبشكر اللي كلموني من الزقازيق والبورسعيد وما شاء الله وبور فؤاد بسم الله ما شاء الله، ربنا يوسع عنا وعليكم. بشكر كل حبايبي وبقول لكم انتوا والله بتفرحوني قوي لما بتقولوا لي ان الحاجه عجباكم وعايزين تاكلوا حاجات من ايدي، ببقى عايزه اشيل واجيب لكم على دماغي واجي. طيب يبقى احنا كده ايه متفقين ان انا ولا عايزه اخد حاجه حد ولا اخد مكانه حد ولا اي حاجه، هو ده شغل من زمان الزمان، والله من زمان الزمان. يعني اقول لكم من وانا لسه، يعني احنا اصلا بيت فلاحين، احنا اصلا بيت فلاحين. انا والدي كان طول عمره عندنا البهايم وطول عمرنا بناكل في البهايم كده في البيت، ما كانش حتى بيبيع اللبن بتاعهم،
كنا بنروب اللبن ونعمل به فطير وجبنه وقشطه لبيتنا بس. وطول اليوم فرننا ده كان بيبقى شغال، الفرن ما شاء الله كان بنا، ربنا يرحمه يا رب برحمته، كان بنا. وكان مشهور كمان بالفران البلد اللي هي الفران العفش دي او الحطب، كان مشهور بيها ببناها. ابويا ما شاء الله كان يعني الله يرحمه، كان هو احلى واحد يبني الفرن البلدي ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الله يرحمه ويحسن اليه، والدنيا كلها بتترحم عليه، وراح ترحموا عليه يا جماعه بالله عليكم. فاحنا الحمد لله طول عمرنا عندنا الخير، ومتعلمه ومتربيه على الخير، يعني الحمد لله متربيه عليه، مش حديثه العمايل ولا لسه مستجده. لا لا لا، ده انا كنت بحلب لا مؤاخذه كده يعني الجاموسه من وانا في ثالثه ابتدائي. الحمد لله الحمد لله، والله كنت عندي غيه احلبها، انا كنت غوياه. فالحمد لله بفضل الله زي ما انتم شفتوا انا عملت الزبده اهو، وهحكي لكم حكايه كده قصيره يعني. وهعصرها قوي بقى. بصوا انا عملتها وخلصتها، ودلوقتي بعصر فيها كويس قوي، احطها في ميه كمان. علشان ايه؟ علشان ما يبقاش فيها اي خض. الخض ده يا جماعه بيبقى على مدار الاوقات او الفتره اللي انت بتعيني فيها الزبده ممكن يعمل لها ريحه. فاحنا بنغسلها اخر حاجه بيكون الملمس بتاعها ايه، ميه صافيه كده، ميه بيضه كده ايه، صافيه زي قلوب. طيب تعالوا بقى نقول ايه، تعالوا بقى اما احكي لكم الحكايه بتاعتي لما جبت زبده ايه ولقيتها مغشوشه. صلوا على النبي يا ولاه عليه الصلاه والسلام. انا بقى كنت رايحه لواحده كده ايه حبيبتي، وحياه ربنا اقول لكم صاحبتي بحبها قوي، ما زلت بحبها، هي قد روح. فهي ايه، انا طبعا احنا قريه، وانا بربي بط وبربي فراخ وبربي كل حاجه، بس لما بحتاج بروح لحد بقى ايه نضيف مضمون، زي مثلا اختي، مرات اخويا، بنت عمي، بنت خالي. فواحده هي مش قريبتي لكن هي صاحبتي، فرحت لها ايه قلت لها فين يا بنت الدكر البط، كنت انا قايله لها نضفيها علشان انا مضغوطه، طالبه منها طلبيه يعني طلبيه بط، علشان انا مضغوطه، وانا لما يكون حد طالب مني حاجه ومش عندي بجيبها له من الفلاحين اللي زي يعني تربيه بيت زي ما انا بربي بالظبط. فروحت قالت لي افتحي الفريزر وايه وخدي الدكر البط بتاعك او البط بتاعك انا عملته لك. بفتح الفريزر يا ولاد لقيت بسم الله ما شاء الله، لقيت الفريزر مليان زبده زي ما انتم شايفينها كده زي دي كده، بس ايه بيضه قوي بيضه. بقول الله ما شاء الله، بيت انت بتعملي يا بنتي سمنه؟ قالت امال ايه، طب انت اللي عاملاها؟ قلت لها تبيعي لي؟ قالت ابيع لك. بجد بجد لقيتها بتسيب لي في الكيلو زي 15 جنيه. قلت يلا والله وحلوت سنيني، خد يا بنتي يا نعمه منها، ما يعني تعتبر فلاحه زيها زي يعني شغل ايدها. يا بنت انت بتلمي لبن، انا عارفه هي بتلمي لبن. قالت اه بس انت اللي عاملاها شغلتك؟ قالت والله شغل ايدي. قلت لها انا ليا زبايني وتخسريني، ده انا عندي ما اكسبش حاجه، بس ما شاء الله تبقى زبايني عارفه. قالت لي لا خدي وعلى ضمانتي. خدت ايه، رحت قلت يلا اشتري يا بنتي شيله كده، ورحت شايله لك ايه 10 كيلو، ورحت قلت لها انا هبعت لك الفلوس حالا لاجل الستر ايه ربنا. حد كان عايز مني كيلو زبده اسيحه له واحطه له ايه في برطمان. انا سيحت الزبده يا ولاد، ولقيت لكم الزبده كده ايه مفيش، هي قلبت على حله شوربه. طبعا انتوا اكيد عارفين الشوربه مرقه يعني. اهو بص الفيديو اللي جبت كرسي وقعدت على البوتاجاز مهديه على الزبده زي ما انا بسيح لنفسي كل يوم الزبده على طول كده، يعني يا دوبك كام غلوه كده تخضر كده وتروق معاكي كده، والمعلقتين الملح يرسوا تحت كده، الا الحاجه اللي انا بعمل فيها دي يهديكي يرضيكي. المهم البتاع قلب على شوربه. اتصلت عليه يا مديحة، نعم. قلت لها يا بنت ده السمنة بسيحها، واحد عايز كيلو زبدة اسيحه له، لقيتها قلب على شوربة كده. صاحبتك تضحك وتقول لي هي الزبدة بتاعتنا بتغيب في التسوية كده. قلت لها ليه يا عجوزة تغيب في التسوية ليه يا بنتي؟ تقول هي كده هد عليها، بس الكيلو هيصفي كيلو. قلت لها هيصفي كيلو منين من حلة الشوربة اللي انا فيها دي؟ هي دلوقتي حلبة الشوربة دي لما تتبخر هتجيب كيلو منين؟ تقول لي مالكيش دعوة، الكيلو هيصفي كيلو يا حبيبتي. قعدت استنى والله يا جماعه لقيت البتاع صفت على 500 جرام، نص كيلو. الكيلو الزبده صفى نص كيلو. انا عندي ما شاء الله الزبده بتعدي 700 جرام، بتعدي 700. المهم لقيت لك ايه ديت كده، رحت شايله اللي انا اخدته منها، وقمت متوكله على الله ورايحه موديه لها تاني، وقلت لها خدي يا اختي حاجتك اهو يا دار ما دخلك شر. يبقى انا كده يا ولاد حكيت لكم حكايتين قبل كده في الزبده الاولانيه، ودي حكايه كمان، وان شاء الله كل مره والله دي حكايات حقيقيه يا جماعه.
ادي الزبده بتاعتي وده اللبن الرايب. بسم الله ما شاء الله، كتل كده. ربنا يحمي الخير لاصحابه وربنا يحمي المال لاصحابه يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين ما شاء الله طلعت كميه حلوه من الزبده، وادي اللبن الرايب وادي اللبن حواليه اهوت زي ما انتم شايفين ما شاء الله. عندي الخير كتير بسم الله ما شاء الله. كل يوم اللبن بيجيلي صبح وبالليل من الفلاحين. وده الخض ما شاء الله لبن صافي حاجه كده ايه تحفه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بالله عليكم حطوا لي لايك للفيديو علشان كل الناس تشوف. بالله عليكم حطوا لي لايك. ومع السلامه يا ولاد، واشوفكم في فيديو جديد وهتوحشوني.